قبل ما نبدأ الملخص حابين بس نقول إن مفيش أي حاجة في الدنيا بتقول إن أنت لما تتنمر على حد هتبقى أنت كده الشبح الجامد اللي مفيش منه اتنين. وافتكر دايما إن أنت بكلمة واحدة ممكن تكسر بيها اللي قدامك ويفضل متأثر بيها طول عمره. ما تساعدوش حد بيتنمر على الناس إن هو يستمر في ده، وقفوه وعرفوه الصح، وربوا أولادكم كمان على ده. يلا بينا نبدأ. بتبدأ حكايتنا مع هيونج وهو في المدرسة وملموم عليه شوية من المتنمرين وبيحاولوا يستهزئوا بيه ويتنمروا عليه، وهو غلبان ومش عارف يعمل معاهم حاجة، وآخر ما بيزهقوا بيضربوه ويسيبوه يمشوا. بيروح هيونج على البيت وبيقعد يفتكر في اللي حصل وهو متضايق، وشكله مش أول مرة يحصل معاه الحوار ده. بعدها بيقوم يعمل حاجة علشان ياكلها، وأمه بتوصل على البيت وبتحط له الأكل وبيقعد ياكل، بس ما بيعرفش ياكل علشان بيفتكر كل شوية الأشخاص اللي اتلموا عليه واتنمروا عليه. بعدها بيوجه كلامه لأمه وبيقول لها إن هو عايز يتنقل من المدرسة دي علشان صحابه في المدرسة أشطر منه وأذكى منه. طبعا ما بيرضاش يقول لها على السبب الحقيقي. أمه بتقول له مش هينفع يا هيونج، لأن إحنا المصاريف يا دوبك بتقضينا، وإنت لو اتنقلت المدرسة تانية المصاريف هتبقى زيادة ومش هعرف أوفرها لك. هيونج بيتعصب جدا وبيفضل يزعق ويصرخ في أمه ويكسر في أي حاجة قدامه، وبعدها بيسيبها ويدخل أوضته. تاني يوم هيونج بيكون ماشي في المدرسة وبتخبط فيه بنت وهي سرحانة، بس ما بتعتذرلوش، بالعكس دي بتبدأ تلومه هو على اللي حصل. وبالصدفة بيكون معدي ولد من اللي كانوا بيتنمروا عليه امبارح، بيشوف اللي حصل وافتكر هيونج بيضايقه، فبيقول له انزل استناني تحت على ما اجيلك. وأول لما بينزلوا تحت بيوقفوا هيونج وبيتسابقوا مين اللي هيخبط الكرة في وشه الأول. بيدخل أول واحد وبيشوط الكرة عليه، بس هيونج بينجح إن هو يتفاداها. بيدخل تاني واحد وبيشوط الكرة على هيونج، بس من كتر قوتها هيونج ما بيعرفش يتفاداها وبتيجي في وشه وبيقع على الأرض. وطبعا كده الأولاني اللي شاط الكرة على هيونج بقى خسران، فبيتعصب ويتضايق جدا، وبيروح على هيونج وبينزل فيه ضرب، وبيبتدي يعاتب هيونج علشان ما خلاش الكرة تضرب في وشه، أما بيجح صحيح، وبيقومه من على الأرض وبيفضل يكمل فيه ضرب، وهيونج مش عارف يعمل أي حاجة. بس في الوقت ده هيونج بتكون في المدرسة علشان تخلص ورق النقل بتاعه، وبتشوف اللي حصل فبتروح على الواد اللي بيتنمر على هيونج وبتفضل تزعق فيه وتضربه. بس فجأة هيونج بيبتدي يزعق لأمه وبيقول لها ده صاحبي واحنا بنهزر مع بعض، ملكيش دعوة انتي وروحي، ما تكسفينيش اكتر من كده قدام زمايلي. هيونج بتبصله وبتعرف الحقيقة، وبتعرف ان هو ده السبب الحقيقي ان هو عايز يسيب المدرسة، وبتسيبه وتروح على البيت. وبعدها هيونج كمان بيروح، واول لما بيدخل البيت بيلاقي امه قاعدة وبتقوله تعالى عايزاك في كلمتين. فبيروح لها هيونج وبيقعد معاها، وامه بتقوله انا كنت في المدرسة النهاردة علشان انقلك للمدرسة الجديدة زي ما انت عاوز، وانا عارفة ان الاشخاص دول ما كانوش بيهزروا معاك ولا حاجة، انا عارفة اللي بيحصل، وعارفة كمان ان انت مش عارف تتصرف، وعلشان كده هتروح لمدرسة جديدة، بس اعمل حسابك ان انت هتقعد لوحدك، وخد بالك على نفسك، وما تقلقش عليا انا هكون كويسة، وهبعت لك مصاريفك كل اول شهر. هيونج بيسمع كلام امه وبيتأثر جدا، وبيبتدي يعيط على اللي هو فيه، وكمان علشان هيسيب امه لوحدها وهي تعبانة. وبيعدي اليوم وبيروح تاني يوم هيونج على المدينة الجديدة اللي هيقعد فيها، وبيقول نبدأ بداية جديدة بقى بعيد عن أي حد وبعيد عن القرف اللي احنا كنا فيه. وبيوصل للأوضة اللي أمه مأجرها له وبيبتدي يوظف فيها، وبعدها بينزل يتمشى في المدينة علشان يجيب بقية الطلبات اللي هو محتاجها. بس وهو ماشي بتيجي بنت وهي سرحانة وبتخبط فيه وبتوقعه على الأرض، بس على غير العادة البنت بتبدأ إن هي تعتذرله وبتقوله إن هي كانت سرحانة في التليفون وما خدتش بالها. هيونج بيفرح جدا علشان لقى حد بيحترمه، وبيبتدي يتكلم وهو واثق من نفسه كده وبيقول لها عادي ولا يهمك حصل خير. بس فجأة وهما بيتكلموا صاحب البنت دي بيجي وبيفتكر إن هيونج بيضايقها، بس البنت بتقوله لأ أنا خبطته ووقعته على الأرض، وبتاخده وتمشي. بس هيونج بيكون مستغرب إن هو إزاي ما اتضربش، فبيفضل يبص للواد وهو عمال يضحك في وشه. الواد بيتعصب جدا وبيروح له وبيقول له أنت بتضحك على إيه؟ هيونج بيحاول يكمل ثقة بالنفس وبيرد على الواد رد ما عجبوش، وهو مبتسم بطريقته المستفزة دي. ساعتها الواد بيتضايق جدا وبيبدأ إن هو يضرب في هيونج، والناس اللي حواليهم بتاخد بالها وبتبدأ إن هي تطلع تليفوناتها وتصور هيونج وهو بيتضرب. بعدها بيروح هيونج على البيت وبيبقى منهار جدا وعمال يعيط من اللي حصل له، وبيفتح تليفونه وبيلاقي فيديوهات وهو بيتضرب عمالة تنزل في كل حتة على النت، وكل الناس عمالة تتريق عليه وعلى شكله. هيونج بيتضايق أكتر ويفضل يعيط وبيقول هو أنا اللي اخترت شكلي ولا اخترت جسمي؟
أنا ذنبي إيه طيب؟ وبيفضل يعيط لحد ما بينام على نفسه لتاني يوم. وأول لما بيصحى بيحس بحاجة غريبة جدا في جسمه، وهو مش عارف يتحكم في نفسه، وبيقعد يقول هو في إيه وهو مش فاهم حاجة، لحد ما بيجي وبيبص في المراية وبيتصدم من اللي شافه. بيشوف شكل واحد تاني قدامه ومش هو ده هيونج. بيترعب جدا وهو مش فاهم حاجة، وبيطلع يجري على الأوضة وبيلاقي جسمه الحقيقي نايم وما فيهوش أي حاجة، فبيفتكر إن هو بيحلم، فبيجري على جسمه الحقيقي وبيبدأ إن هو يصحي فيه لحد ما فعلا بيصحى. وأول لما بيصحى بيلاقي جسم الولد الجديد نايم جنبه، فبيترعب أكتر وبيبدأ إن هو يصحي فيه، فبيصحى وبيلاقي جسمه الحقيقي نايم جنبه. ساعتها بس بيعرف إن أي جسم فيهم بينام التاني بيبقى صاحي. ساعتها هيونج بيفرح جدا وبيقوم يبص في المراية على جسمه الجديد، وبيلاقي كل مواصفات الشخصية اللي هو كان بيحلم بيها، طول وجمال وعضلات وحاجة مفيش بعد كده. فبيبدأ إن هو يلبس ويروح على مدرسته الجديدة بجسمه الجديد، والمدرس بيبدأ يعرف الطلبة بدخول طالب جديد معاهم. أول لما هيونج بيدخل الطلبة كلهم بيزبهلوا بجماله وبيقعدوا يغنوا له أنت أكيد من عالم تاني. هيونج بيبدأ إن هو يعرفهم بنفسه، بعد كده بيدخل يقعد. وأول لما بيقعد وبيبص جنبه بيلاقي الواد اللي ضربه امبارح، وبيبص قدامه بيلاقي كمان البنت اللي كانت موجودة معاه، وبيترعب جدا. بس بعدها بيفتكر إن هو في جسمه الجديد ومحدش يعرفه. بس فجأة بيلاقي الواد بيبدأ إن هو يكلمه ويعرفه بنفسه ويقول له أنا جين. بس الواد بيكون متضايق جدا إن كل البنات عينها من هيونج، وحتى صاحبته عمالة تبص له من تحت لتحت. الواد يا عيني كان هيعيط. بعدها بينزل هيونج يتمشى في المدينة علشان يعود نفسه على جسمه الجديد، علشان هو مش متعود على الرشاقة دي، وكمان علشان يبقى ليه هيبة كده وسط الناس وهو ماشي. بس وهو ماشي بيتقلب على وشه، بس قبل ما يقع بيقوم ضارب شقلباص في الهوا ولا أجدعها باركور. الناس اللي كانوا واقفين وشافوه بينبهروا جدا بيه، بس هيونج ما بيكونش عارف هو عمل كده ازاي، بس بيقول مش مشكلة وبيفضل يجري وهو مبسوط بجسمه الجديد وبرشاقته. تاني يوم بيروح هيونج على المدرسة، بس بيكون تعبان من الجري اللي جه امبارح، فبينام على نفسه في المدرسة. بس بيصحى جسمه الحقيقي في البيت وهو عمال يلطم، فبيحاول بكل طريقة إن هو ينام علشان جسمه الجديد ما يفضلش نايم في المدرسة. بس ساعتها بتيجي واحدة زميلته في المدرسة وبتصحيه. هيونج بيقوم وهو مفزوع جدا. البنت بتبدأ تعتذر له إن هي صحته، وبتقول له أنا لقيتك نايم فقلت أصحيك قبل ما حد من المدرسين يشوفك. هيونج بيقول لها لا عادي ولا يهمك، أنا اللي آسف لو خضيتك. وبعدها بينزل هيونج يدور على شغل علشان يشتغلوا بعد المدرسة، وبيروح على محل طالب شغل، وصاحب المحل أول لما بيشوفه بينبهر جدا بجماله، وبيقعد يتخيل المحل بقى وهو مليان وزحمة علشان الناس اللي بتيجي تشتري علشان بس تشوف هيونج. وقبل ما هيونج يقول له أي كلمة صاحب المحل بيقول له أنا موافق إن أنت تشتغل معايا، يلا خد اليونيفورم واشتغل. بس هيونج بيقول له واضح إن في سوء تفاهم، أنا مش جاي أشوف الشغل ده ليا، أنا جاي أشوفه لواحد صاحبي. وطبعا هو بيشوفه علشان جسمه الحقيقي. الراجل بيقول له ماشي أنا موافق أدام أي حد من طرفك. هيونج بيقول له ماشي وبيبعت له جسمه الحقيقي. صاحب المحل أول لما بيشوفه بجسمه الحقيقي بيتعصب جدا وبيرفض، وبيقول له أنت مش هتنفع معايا وهتطفش لي الزباين. بس هيونج بيحاول يقنعه وبيقول له أنا شاطر جدا في الشغلانة دي، وبيبدأ إن هو يسمع له أسامي الحاجات وأسعارها. صاحب المحل بيعجب بدماغه وبيوافق يشغله، بس بيتخنزر عليه وبيقول له مرتب قليل جدا عن أي حد كان هياخده. هيونج بيقول له ماشي موافق. وبعد شوية شغل بيدخل عليه شوية عيال وبيتضح إن هم معاه في المدرسة، وبياخدوا شوية حاجات وبعدها بيبقوا عايزين ياخدوا سجاير. بس هيونج بيرفض وبيقول لهم السجاير ما تنفعش الأقل من 18 سنة. العيال بيقولوا له يا عم مشيها الناس لبعضيها، بس هيونج بيرفض. في الوقت ده جين بيدخل على العيال دي وبيتضح إن هم شلة مع بعضيهم. وأول لما بيدخل وبيشوف هيونج هو اللي بيبيع في المحل، بيقوم رايح ولامم شوية بضاعة كده في سلة، وبيروح على هيونج وبيقول له أنا هاخد الحاجة دي ومش هحاسب عليها، وأنت هتوافق ومش هتعمل حاجة ولا نسيت اللي حصل لك؟ هيونج ما بيكونش عارف يعمل حاجة، فبيقول له خلاص ماشي. وخلاص كانوا هيمشوا، بس جين بيبص على اسمه وبيلاقي برضه اسمه هيونج، وده نفس اسم الواد اللي جه المدرسة جديد وكل البنات معجبة بيه. جين بيتضايق جدا وبيتعصب وبيقول له انتوا الاتنين اسمكم هيونج وانتوا الاتنين عكستوا حبيبتي، وبينزل فيه ضرب. ومش بس كده، بيبدأ كمان ان هو يصوره صور مش كويسة، وبيهدده وبيقول له لو اي حد عرف ان احنا اللي عملنا فيك كده هننزل الصور دي كلها على النت ونفضحك. هيونج يا عيني ما بيبقاش عارف يعمل حاجة، وأول لما بيمشوا بيقعد على الأرض ويفضل يعيط، وبيقعد يفتكر اللي كان بيحصل له زمان واللي بيحصل له دلوقتي، وبيقول هو أنا في كل حتة كده الناس هتتنمر عليا، وبتصعب عليه نفسه جدا وبيفضل مقضيها عياط. في الوقت ده
أمه بتكلمه علشان تطمن عليه، فبيحاول هيونج إن هو ما يبين لهاش أي حاجة وبيطمنها عليه وبيقول لها إن هو كويس. فأمه بتطمن وبتقفل معاه، بس ما بترضاش تقوله إن هي تعبانة جدا علشان هي شغالة شغل زيادة علشان تقدر تبعتله مصايف، وده مأثر عليها وتعبها. تاني يوم بيروح هيونج للمدرسة وبيلاقي الطلبة اللي ضربوه امبارح عمالين يحكوا لزمايلهم على اللي حصل، وكمان بيوروهم صور العيان، وبعدها بيبدأوا يشتموا فيه ويشتموا في أمه. هيونج لحد هنا وبيتعصب جدا وبيبدأ يقول لهم انتوا فاكرين نفسكم كده أشباح يعني لما تتشطروا على واحد ضعيف؟ ساعتها جين بيتعصب جدا وبيقول له بس طلبتها ونلتها، أنا من أول ما جيت وانت معصبني أصلا. وبيروح على هيونج علشان يضربه، بس واحد من الطلبة بيحاول يمنعه، بس جين بيزيحه وبيقول له هيونج اجهز بقى علشان النهارده هيكون آخر يوم في عمرك. بس هيونج بيكون متوتر جدا علشان أول مرة يتخانق في جسمه الجديد. ساعتها جين بيحاول إن هو يضرب هيونج بالبنية، بس المفاجأة إن هيونج شايف البنية وهي جاياله بالتصوير البطيء، فبينجح إن هو يتفاداها. صحاب جين وبقية الطلبة اتصدموا جدا، إزاي قدر يتفادى الضربة بالسهولة دي؟ وجين هو كمان اتعصب زيادة وبدأ إن هو يوجه ضربات كتير لهيونج، بس هيونج نجح إن هو يتفاداها كلها ومش راضي يهجم على جين. وفي الوقت ده بيبدأ إن هو يفتكر أمه وإزاي هي تعبت جدا عشان توصله للمكان اللي هو فيه ده، وكمان بيفتكر كل التنمر والضرب اللي كان بيتعرض له، فبيقرر إن هو يضرب جين وبيصد ضربة جين بإيده وبيبص له بصات غاضبة جدا، وبيجمع كل قوته وبيدي جين بنية وبيوقعه على الأرض وهو مش قادر يتحرك، وبيقف قدام الفصل كله وهو مبسوط جدا ورافع راسه وبيقول في نفسه خلاص زمن هيونج الضعيف راح، ودلوقتي زمن هيونج اللي هيعرف ياخد حقه كويس. بس بعدها رجالة العصابات كلها بتاعت المدرسة بتبدأ تتكلم في اللي حصل وإن إزاي هيونج يضرب واحد زي جين، وبيقولوا إحنا لازم نروح للواد ده ونعرفه مقامه. وبعدها بيروح هيونج بجسمه الحقيقي على المحل علشان يشوف شغل، بس وهو واقف بيلاقي واحد داخل عليه كده وشكله قلقان من حاجة، وبياخد علبة من المحل وبيطلع يجري. هيونج بيطلع يجري وراه علشان يلحقه وياخد منه اللي هو سرقه، لحد ما بيتفاجئ ان الواد وصل على العصابة بتاعت جين اللي ضربته قبل كده، وطلعوا كمان هم اللي بيتنمروا على الواد ده وهم اللي بعتوه يعمل كده. واول لما بيشوفوا هيونج بياخدوه علشان يضربوه، وكمان بيخلوا الواد التاني يفضل يضرب فيه وهم عمالين يصوروا فيهم. بس فجأة بيسمعوا صوت حد داخل عليهم. العصابة أول لما بتشوفه بيترعبوا جدا منه، والولد ده أول لما بيدخل بيمسك واحد فيهم ويبدأ يقول لهم أنا لو شفت حد فيكم تاني قدامي أنا مش هرحمكم، امشوا يلا قبل ما أقتلكم. ساعتها العصابة بتطلع تجري، وبيتضح إن الولد ده اسمه باسكو وأقوى واحد في المدرسة كلها، بس هو طيب جدا وبيستخدم قوته دي في الخير وبيحب يساعد كل الأشخاص الضعيفين اللي العصابات بتتنمر عليهم. وساعتها بيبدأ يوجه كلامه ليونج والولد اللي معاه وبيقول لهم سمعتوا عن الولد الجديد اللي ضرب جيم في المدرسة؟ العيال قالوا له أيوه، فقال لهم لو شفتوه قولوا له باسكو لو شافك مش هيرحمك. هيونج ساعتها ما بيكونش فاهم ليه أو هو عمل إيه، بس بيقول له تمام ماشي وبيسيبهم ويمشي. تاني يوم وهم قاعدين في المدرسة صحاب جين بيروحوا على هيونج وبيطلبوا منه ان هو ينضم ليهم ويكون صاحبهم، وده لانهم خايفين منه لا يعمل فيهم زي ما عمل في جين. بس وهم بيتكلموا بيلاقوا باسكو داخل عليهم وبيروح لهيونج وهو عينيه كلها غضب، وبيكون باسكو متضايق من هيونج لان هو خايف لا ياخد مكانته في المدرسة ويبقى اقوى واحد في المدرسة ويركن باسكو على جنب. بس هيونج ما بيكونش عارف كده طبعا، فبيكون مبسوط جدا من باسكو علشان انقذه امبارح، فبيروح عليه وهو فرحان. بس باسكو أول لما بيشوفه بيعمل له حركة كده في كتفه وبيوقعه على الأرض. الطلبة كلهم بيبقوا قلقانين جدا على هيونج علشان عارفين إن محدش قدر يقف قصاد باسكو بعد الحركة دي، بس هيونج فاجئهم كلهم ونجح إن هو يفك إيد باسكو. الطلبة كلهم وصحاب باسكو اتصدموا جدا أول لما شافوا هيونج قدر يفك إيده. هيونج قام وهو ماسك إيده وقال له أنا كنت فاكرك زي ما بيقولوا عليك بتساعد الناس، لكن شكلي كنت غلطان. في الوقت ده صاحب باسكو بيدخل على هيونج وبيعتذرله وبيقوله ان هو كان فاكرك واحد تاني، وبياخد باسكو ويمشي، وبيكون عمل كده علشان شاف لو الخناقة بدأت باسكو هو اللي هيتأذي فيها، وده طبعا علشان شاف ايد باسكو عملت ازاي مجرد بس ما هيونج مسكها. بعدها اصحاب جين بيقرروا ان هم يعزموا هيونج على العشاء بالليل، وفعلا هيونج بيروح لهم بالليل ويقعدوا يتعشوا. بس وهم قاعدين بيلاقوا جين داخل عليهم وشكله كده بقى بيفكر صح ورجع عن اللي كان في دماغه، وفضلوا قاعدين يهزروا ويضحكوا لحد ما واحد من صحاب جين طلع موبايله وبدأ يوريهم صور وفيديوهات لهيونج وهم بيضربوه. هيونج اتعصب جدا ومسك تليفونه لحد ما كسره، بس فجأة لقى نفسه أغمى عليه ووقع على الأرض،
وده علشان هو شرب معاهم، وبيلاقي نفسه صحي في جسمه الحقيقي في البيت، فبيحاول بكل طريقة إن هو ينام تاني بس ما بيعرفش، فبيقلق جدا لحسن جسمه الجديد يختفي وما يظهرش تاني. فساعتها بيطلع يجري من البيت ويروح على المكان اللي هو فيه، وأول لما بيوصل وبيشوفه بيطمن جدا إن هو لسه موجود. ساعتها جين بيسأله عن السبب اللي جابه هنا، وبيقول له لحسن تكون اتهفت في دماغك وجاي تضربني ولا حاجة. فبيقول لهم لا أبدا، ده هيونج عايش معايا وهو اللي كلمني علشان أجي أخده. فجين وأصحابه بيستغربوا جدا إن هيونج ده قاعد مع هيونج ده، بس بيعدوها له. بعدها وهما ماشيين بيبدأ جين يوجه كلامه لهيونج وبيقول له ما تخليش حد يضربك، انت جواك قوة مخفية بس ما تعرفش عنها حاجة، حاول تطلعها. وبيبدأ يوريله ازاي يطلع البنية من ايده ويتصرف ازاي لو حد جه يضربه. وبيقفوا قدام آلة بتقيس قوة البنية، وجين بيضربها وبيجيب أعلى سكور فيها، وبعدها بياخد شلته ويسيب هيونج ويمشي. هيونج بيتحمس جدا من الكلام اللي جين قالهوله، وبيحاول يطبق كلامه والحركات اللي قالها له على الآلة اللي موجودة، وبيحاول ان هو يضرب بس الضربة ما بتجيش في الآلة اصلا. فبيحمد ربنا ان مفيش حد شايفه، وبياخد جسمه الجديد وبيطلع يجري يروح على البيت. وفي يوم بيكون هيونج مروح من المدرسة، وأول لما بيدخل الأوضة بيتفاجئ بأمه موجودة وبتبصله وهي مستغربة جدا. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية، استنونا ومش هنأخر عليكم. الحلقة دي كتبها وسجلها ومنتجها وحط لها الحركات والتكات الألدغ اللي كان بيحكي لكم القصة. سلام. قبل ما نبدأ، لو ما شفتش الجزء الأولاني من الملخص هسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات لو حابب تشوف. بيروح هيونج على البيت، وأول لما بيدخل بيتفاجئ بوجود أمه وهي قاعدة قدام جسمه الحقيقي وهو نايم، وبقت بتبصله وهي مستغربة جدا ده مين. فهيونج بكل تلقائية بيقول لها ازيك يا أمي، بس بسرعة بيفتكر إن هو مش في جسمه الحقيقي وإن هو في جسمه الجديد، فبيقول لها أقصد يعني زي أمي. أمه بتستغرب جدا وبتسأله أنت مين. هيونج بيقول لها إن هو صاحب ابنها في المدرسة، وإن هم قاعدين مع بعض في الأوضة علشان يهونوا على بعض حمل المصاريف. فبتبدأ تسأله على هيونج وإيه أخباره، وكمان إيه اللي مخليه نايم لحد دلوقتي. فبيبدأ إن هو يطمنها عليه وبيقول لها إن هو نايم لحد دلوقتي علشان بيشتغل في شغل بعد المدرسة علشان يقدر يوفر منه مصاريف، وإن هو بيخلص بالليل متأخر، فده السبب إن هو مخليه نايم لحد دلوقتي. أم هيونج بتفرح جدا إن ابنها بقى بيتحمل المسؤولية ونزل يدور على شغل، بس في نفس الوقت بتكون متضايقة علشان شايفة إن هي مقصرة في حق ابنها ومش عارفة توفر له كل اللي هو محتاجه، وده اللي خلاه إن هو يلجأ للشغل، وده طبعا هيأثر على مذاكرته. وبتقول لهيونج بشكله الجديد تعالى نقعد في حتة نتكلم بعيد عن هنا عشان هيونج ما يسمعناش. وفعلا بياخدها هيونج وبيروحوا يقعدوا في مطعم في المدينة. أم هيونج بتتكلم وبتبدأ تقوله إن هيونج كان بيتعرض للتنمر كتير في مدرسته القديمة، وإن هي نقلته هنا علشان يعرف يعيش حياته بعيد عن اللي هو كان عايش فيه، وإن هي اضطرت إن هي تنزل في أكتر من شغلانة علشان تقدر توفر له المعيشة هنا في المدينة. وبتقوله أنا عايز أطلب منك طلب، عايزاك تحمي هيونج من أي حد بيتنمر عليه علشان هو تعب كتير في حياته ومش حمل تعب تاني. هيونج بيبدأ يفتكر آخر مرة اتكلم فيها مع أمه بطريقة مش كويسة، وبيقول لها ما تقلقيش أنا هاخد بالي جدا منه ومش هخلي أي حد يقرب له. الأم بتبدأ تشكره وهي فرحانة جدا، بس في نفس الوقت باسكو بيكون قاعد وراهم وسامع كل حاجة، وكان متضايق جدا لأنه فاكر إن الولد ده بيستغل هيونج هو وأمه. على الناحية التانية بقى هيونج وأمه بيكونوا خلاص ماشيين من المطعم، فأمه بتطلع فلوس وبتديها له وبتقول له ده حساب اللي أنا شربته. هيونج بيقول لها خلاص أنا هحاسب. أمه بتقول له لا أنا ما باخدش حاجة ببلاش، فهيونج بيوافق وبياخدها منها. باسكو أول لما بيشوفه بياخد الفلوس بيتعصب جدا، والإحساس اللي هو كان شاكك فيه بقى متأكد منه خلاص، وبيقرر إن هو لازم يرجع حق الست دي وفلوسها كمان. فبيستناها أول لما تمشي وبيطلع هو لهيونج وبيقول له تعالى نتكلم في حتة بعيد علشان محدش يسمعنا. هيونج بيوافق وبيروح معاه وبيقول له انت ليه بتعاملني كده وانا ما اذيتكش في اي حاجة، بس باسكو ما بيرضاش يرد عليه وبيقول له هات الفلوس اللي الولية اديتها لك. هيونج ما بيكونش فاهم حاجة وبيفتكره عايز يستقوى عليه زي بقية الناس، فبيرفض ان هو يديله الفلوس. باسكو بيتعصب جدا وبيبتدي ان هو يهاجم هيونج، بس هيونج بيفادي ضرباته كلها، وباسكو بيستمر في هجماته لحد ما بينجح ان هو يعور هيونج في وشه. هيونج بيتعصب جدا فبيفتكر كلام جين وهو بيعلمه ازاي يسدد اللكمة، وبيبدأ ان هو يطبق اللي هو قاله له بالظبط وبيسدد لكمة قوية لباسكو، بس باسكو بينجح ان هو يتفاداها. هيونج ما بيديلوش فرصة وبيديله واحدة تانية بسرعة وبيرقده على الأرض مش قادر يتحرك.
صاحب باسكو في الوقت ده بيكون معدي وبيشوف اللي حصل، فبيجري على باسكو وبيكون مستغرب جدا ازاي هيونج قدر يتغلب عليه ويخليه يقع على الارض كده، فبيساعده ويقومه ويروحوا على البيت. بالليل بقى هيونج بيكون في المحل شغال وبيتفاجئ بدخول باسكو عليه، وبيروح عليه وبيقول له انا اسف ان انا ما قدرتش ارجع حقك وحق والدتك. بس هيونج مش فاهم اي حاجه، وباسكو قبل ما يمشي بيقول لهيونج حاول ان انت تتمرن وتطور من نفسك وما تخليش حد يستقوى عليك، كل واحد عنده قوة روحية لما بيكون عنده إرادة بيطلعها وبيسيبه ويمشي. هيونج بيتأثر جدا بكلام باسكو وبيبتدي ان هو يحاول يعمل شوية تمارينات علشان يحسن بيها لياقته. بس وهو بيتمرن بتدخل عليه بنت جميلة جدا، فهيونج بيتكسف جدا وبيقوم يقف بسرعة، والبنت بتروح تشتري شوية حاجات وهيونج بيلاقيها بتعامله بطريقة حلوة جدا فبيفرح قوي، وبعدها البنت بتحاسب وتمشي. على الناحية التانية بقى أصحاب باسكو بيكونوا متضايقين جدا من اللي حصل، وكمان علشان باسكو حابس نفسه في البيت بقاله يومين وما بيطلعش منه، وبيقعدوا يتناقشوا كتير لحد ما بيقرروا ان هم يتلموا على هيونج كلهم ويضربوه ويعدموا العافية. على الناحية التانية بقى هيونج بيكون في المدرسة وبيبص قدامه بيلاقي شوية متنمرين ملمومين على طالب ونازلين في ضرب، فهيونج بيقرر ان هو يروح ينقذ الطالب ده منهم زي ما كان نفسه حد يعمل معاه زمان، وبيروح عليهم وبيطلب منهم ان هم يسيبوا الطالب ده في حاله ويبطلوا يتنمروا عليه. العيال المتنمرين بيتضايقوا جدا وبيتعصبوا وبيقرروا ان هم يضربوا هيونج، وخلاص العركة كانت هتبدأ، بس العيال بيلاقوا مدرس داخل عليهم فبيفضوا الخناقة ويسيبوه ويمشوا. بعدها بينزل هيونج علشان ياكل هو وصاحبه، وهم قاعدين بيجي يقعد معاهم الولد اللي كان الطلبة بيتنمروا عليه من شوية واسمه تاكي. بيبدأ بعدها هيونج يطيب بخاطر تاكي ويهون عليه لأنه في وقت من الأوقات كان مكانه وده مرارة التنمر، وبيقول له ما تقلقش طول ما أنا موجود هحميك ومش هخلي أي حد يجي جنبك بس نكون صحاب. تاكي بيقوم وهو متعصب جدا وبيقول لهيونج أنا وأنت استحالة نكون صحاب، أنت مش زيي وأنا مش شبهك، أنت كل الناس بتتمنى تصاحبك لكن أنا كل يوم بتضرب وبتهان وبتمنى الموت 1000 مرة، ما بعرفش أنام من كتر الوجع. أي نعم أنت ما بتلبسش هدوم غالية زيي بس على الأقل بتنام مرتاح في حياتك. هيونج أول لما بيسمع الكلام ده بيتأثر وبيزعل جدا وبيقوم ويسيبهم ويمشي. في نفس الوقت صحاب باسكو كانوا واقفين وبيتفقوا ان هم بعد المدرسة هيمسكوا هيونج ويرنوا العلقة التمام، بس واحد من طلاب المدرسة بيكون قاعد وسمع كل اللي قالوه. هيونج بعد ما بيخلص المدرسة بينزل علشان يروح بيته، وطبعا صحاب باسكو واقفين ومستنيينه علشان يضربوه زي ما اتفقوا. بس مرة واحدة الطالب اللي سمعهم بيوقف هيونج في الشارع وبيديله شنطة وبيقول له كل سنة وانت طيب علشان عيد ميلادك، بس هيونج بيرفض علشان هو ما يعرفوش، بس الواد ما بيديلوش فرصة ان هو يتكلم وبيركب عربيته وبيمشي، وبيتفاجئ هيونج ان هو سايب له 10 شنط تانيين زي اللي اداهم له، فبيفتحها ويبص فيها وبيلاقيها مليانة هدوم من الغالية. ومش بس كده، الواد ده قبل ما يمشي مسك صحاب باسكو اللي كانوا مستنيين هيونج واداهم علقة تمام ورقدهم كلهم على الارض، وشكل الواد ده كده وراه حكاية. هيونج بعد ما بيروح البيت بيكون مبسوط بس في نفس الوقت مصدوم لأنه بيلاقي الواد جايب له هدوم غالية جدا وهو مش فاهم هو بيعمل معاه كده ليه. تاني يوم هيونج بيروح المدرسة والطلبة كلهم أول لما بيشوفوه بيتصدموا جدا لأنهم مش متعودين يشوفوه لابس هدوم غالية كده، فبيسألوه جبت الهدوم دي منين؟ قال لهم واحد صاحبي جابها لي. في نفس الوقت تاكي بيكون راح مسابقة لاكتشاف المواهب واللي بيكسب فيها بيخلوه ينضم ليهم ويمضي العقد ويشهروه، بس في نفس الوقت تاكي بيلاقي الواد اللي بيتنمر عليه موجود هناك ورايح هو كمان يقدم، وأول لما بيشوف تاكي بيفضل يتنمر عليه ويستهزأ بيه لحد ما بيجي دوره وبيدخل فعلا ويختبروه، وأول لما بيشوفوا أداؤه بيعجبوا بيه جدا وبيضموه ليهم وبيمضوا على العقد. وصاحب المسابقة أول لما بيشوف تاكي إن هو آخر واحد ما بيرضاش أصلا يختبره ولا يسمع له وبيمشيه. تاكي بيمشي وهو متضايق جدا ونفسيته في الأرض، ولما بيروح المدرسة الواد المتنمر بيروح له هناك وبيقعد يستهزأ بيه ويقول له أنت كنت فاكر نفسك إن أنت هتدخل في منافسة معايا أنا، وبيبتدي إن هو يتنمر عليه ويضربه. بعدها تاكي بينزل ويقف قدام إعلان معمول لمهرجان المدينة، وده بيكون مهرجان غنائي وبيقدم فيه فرق وفريق واحد بس هو اللي بيكسب، بس طبعا تاكي نفسيته بقت في الأرض وما عندوش شغف يعمل أي حاجة. تاني يوم بيروح تاكي للمدرسة والعيال المتنمرين بيفضلوا يتنمروا عليه ويستهزئوا بيه ويهينوا فيه قدام طلاب المدرسة كلهم، بس المرة دي هيونج كان واقف، وأول لما شاف اللي بيعملوه في تاكي بيبتدي يسترجع ذكرياته الأليمة واللي كان بيحصل فيه، فبيقرر إن هو يروح عليهم ويوقفهم، بس وهو رايح بيلاقي صاحبه اللي جاب له اللبس رايح هو كمان معاه. المتنمرين أول لما شافوهم قالوا لهم امشوا من هنا، ملكوش دعوة انتوا بالحوار ده بدل ما نخليكم مكانه، انتوا 2 واحنا 3 ومش هتقدروا علينا.
بس مرة واحدة جيم بيجي وبيقول لهم كده بقوا 3-3 وقالونا هتعملوا ايه. العركة خلاص كانت هتبدأ، بس مرة واحدة باسكو بيجي وبيقول لهم انتوا بتتنمروا على واحد غلبان علشان هو لوحده، طب انا لوحدي وقالوني هتعملوا ايه. العيال طبعا خافوا لان اسم باسكو لوحده حملة، وبيسيبوهم ويمشوا. بس قبل ما يمشوا بيتوعدوا لهيونج ولاصحابه. وبعد المدرسة بيجيبوا تاكي وينزلوا فيه ضرب ودعك، وماسكين النوتة بتاعته اللي بيكتب فيها الأغاني وهم عمالين يستهزئوا بيه ويضربوه. وتاكي يا عيني مش عارف يعمل معاهم أي حاجة، لحد ما مرة واحدة بيمسكوا النوتة وبيقطعوها له وبيرموها له في وشه، وبعدها بيسيبوه يمشوا. تاكي نفسيته اتدمرت جدا وبيفضل مرمي على الأرض. على الناحية التانية هيونج بيكون بيقضي وقت في المدرسة عقابا ليه علشان الخناقة اللي كان هيبدأها في المطعم، وبيقعد يسترجع ذكرياته وبيغني أغنية كان بيغنيها أيام ما كان في جسمه الحقيقي، والأغنية بتكون عظمة على عظمة وصوته شديد جدا وجميل جدا. مين في الوقت ده بقى بيسمعه؟ تاكي وهو مرمي على الأرض، فبيقوم يجري بسرعة ويروح ناحية المكان اللي جاي منه الصوت الحلو قوي ده علشان يعرف هو مين. فبيطلع وبيلاقيه هيونج، وهيونج أول لما بيشوفه بيتصدم ويسكت على طول لأنه مكسوف علشان عمره ما غنى قدام حد قبل كده. تاكي بيبتدي يتكلم مع هيونج وبيقول له انت صوتك جميل جدا، انت عليك حلاوة صوت تمس القلوب، ما تيجي نقدم في المهرجان الغنائي. هيونج بيقول له انا كان عندي استعداد لكده بس ما لقيتش اللي يشجعني. تاكي بيستغل الفرصة وبيقول له تعالى نعمل فريق انا وانت ونقدم في المهرجان. وفعلا بيروحوا على المهرجان وبيقدموا، وبتبدأ بعدها علاقتهم تتوطد ببعض وبقوا يتقابلوا كتير علشان يتدربوا على الأغاني اللي هيقولوها في المهرجان. وفي يوم تاكي بيقول لهيونج انت صوتك ضعيف بس جميل جدا، محتاج تتدرب شوية علشان تقويه. هيونج بيبتدي يسمع الكلام وما بيسيبش وقت ولا فرصة إلا ويتمرن فيها. وفي يوم كان بيتمرن وهو في الشغل، ومرة واحدة لقى البنت الجميلة اللي دخلت عليه قبل كده دخلت عليه وسمعت صوته وهو بيغني، فأعجبت بصوته جدا وقالت له انت صوتك حلو قوي، شد حيلك واتمرن أكتر، وبتسيبه وتمشي. تاني يوم بيروح لتاكي وصاحبه علشان يفرجهم على آخر أداء وصل ليه، وبيبتدي إن هو يغني قدامهم. وأول لما بيغني العيال بيعجبوا بيه جدا وبيستغربوا إزاي حسن أداؤه بسرعة كده في الفترة القصيرة دي. وتاكي بيقول له إحنا كده جاهزين للمهرجان. بالليل بقى تاكي وصاحبه بيكونوا قاعدين مع هيونج بجسمه الحقيقي وعمالين يتكلموا على هيونج بشكله الجديد واللي عمله معاهم. بس مرة واحدة بيلاقوا باسكو واقف قدامهم وسمع كل كلامهم عن هيونج، وبيقول لهم انتوا متأكدين ان هو عمل كده معاكم؟ وبيسأل هيونج امال ليه خد الفلوس من والدتك؟ فهيونج بيبتدي يحكي له كل اللي حصل، وان امه دفعت لهيونج الجديد الفلوس تمن الحاجات اللي هي شربتها مش اكتر. ساعتها باسكو بيعرف كل حاجة وبيفهم ان هو كان فاهم هيونج غلط، وبيعرف ان هو شخص طيب. تاني يوم بقى بيكون يوم المهرجان، وبيكون في عدد كبير جدا ما بين جماهير وما بين ناس رايحة تقدم. هيونج أول لما بيشوف العدد ده بيتوتر جدا، ومرة واحدة بيلاقي البنت الجميلة اللي بيشوفها في المحل موجودة هي كمان في المهرجان، فبيجري عليها علشان يتكلم معاها، بس هي بتكون متضايقة جدا من المهرجان وهتسيبه وتمشي. هيونج بيحاول يوقفها علشان يتكلم معاها، بس الحارس بتاعها بيوقفه وبيقول له امشي من هنا علشان ما زعلكش، بس هيونج ما بيرضاش يمشي. فالحارس بيبتدي ان هو يضرب هيونج ويعتدي عليه. هيونج بيقع على الارض ومش قادر يتحرك، ولسه الحارس هيمد ايده عليه تاني بيلاقي باسكو جه وبيقول له لو مديت ايدك عليه تاني هقطعها لك. الحارس بيسيب هيونج وبيروح على باسكو وما بيديش فرصه لباسكو يتكلم، وبيديله بوكس بيخليه يجيب دم من كل حته في وشه، بس باسكو ثابت زي الجبل في مكانه. الحارس بيتصدم جدا ازاي ما اتحركش من مكانه بعد اللكمه القويه دي. هيونج بيقوم في الوقت ده وبيستعدوا هما الاتنين علشان يضربوا الحارس، ولسه العركه هتبتدي البنت بتجري على الحارس بسرعه وبتقول له يلا بينا نمشي من هنا مش عايزين مشاكل. وبعد ما بيمشوا باسكو بيقعد مع هيونج ويعتذر له وبيقول له انا كنت فاهمك غلط، بس خلاص عرفت الحقيقه وفهمت كل حاجه. وهم بيتكلموا بيسمعوا صوت بدايه المهرجان، فهيونج بيسيبه ويمشي علشان يستعد هو وتاكي. وهم واقفين ومستنيين دورهم بيلاقوا العيال اللي بيتنمروا على تاكي داخلين يقدموا، وبيقولوا لتاكي اتفرج علك تستفيد. واول لما بيدخلوا ويبداوا بيعملوا اداء جبار والجمهور بيتفاعل معاهم ويعجب بيهم جدا. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا على تاكي ويضربوه ويقولوا له ده عشان تبقى مستعد بس. هيونج بيجي على تاكي ويقومه وبيكون هيقوم علشان يضربهم، بس تاكي بيوقفه وبيقول له سيبهم احنا نرد عليهم على المسرح. وبعدها بيطلعوا على المسرح علشان يقدموا العرض بتاعهم، وأول لما بيطلعوا الجمهور بيحييهم وبيبدأ يهتف باسم هيونج، بس هيونج بيكون متوتر وخايف جدا وده بيأثر عليه وبيخليه مش عارف ينطق ولا كلمة. بس تاكي بسرعة بيلحق هيونج ويبتدي هو يغني. الجمهور أول لما بيسمع صوته بيذهل جدا وبيبتدوا يشجعوه،
هيونج في وقتها بيتحمس جدا ويبتدي يغني هو كمان، والاتنين مع بعض بيكونوا عاملين أداء خرافي وجبار جدا بيخلي كل الجمهور بيتنطط من الفرح. وبينتهي المهرجان بفوز هيونج وتاكي. بعدها رئيس المسابقة بيروح على المتنمرين وبيلغي العقد معاهم وبيقول لهم الناس دي أحسن منكم 100 مرة. وبيروح بعدها على هيونج وتاكي ويبدأ يبارك لهم وبيقول لتاكي أنا فاكرك، حقك عليا لو ما سمعتكش لما جيت لي قبل كده، انت عندك موهبة حقيقية. وبيطلع الكارت بتاعه وتاكي بيكون فاكر خلاص ان هو هيديله هو، بس فجأة بيلاقيه ده لهيونج وبيقول لهيونج ده الرقم بتاعي، كلمني لو عايز تنضم لينا ونمضي العقد. فهيونج بيسأله طب وتاكي؟ فالراجل بيرد عليه باستهزاء وبيقول له تاكي ده كان سلم علشان انت تطلع بس. ساعتها هيونج بيتضايق وبيقول له انا مش موافق، خلي الكارت ده معاك. كل اللي واقفين بيتصدموا جدا من قرار هيونج. وبتعدي الأيام والأغنية بتاعتهم بتنتشر جدا وبتتشهر والدنيا كلها بتعجب بيها وبقت تسمعها. ساعتها البنت اللي كانت بتروح لهيونج في المحل بتقعد تسمع الأغنية وبتستغرب جدا لأنها سمعت هيونج في المحل قبل كده بيغنيها، وبتقول إزاي ده كان عارف الأغنية قبل ما الاتنين دول يغنوها. بس ساعتها بتفهم كل حاجة لأن هي كمان زيها زي هيونج وعايشة في جسمين. ولحد هنا بيخلص الجزء الأول من الأنمي بتاعنا. استنوا ملخص الجزء التاني أول لما ينزل إن شاء الله. الحلقة دي كتبها وسجلها ومنتجها وحط لها الحركات والتكات الألدغ اللي كان بيحكي لكم القصة. سلام.